أنا اسمي حسن عبد الرزاق قاسم، المتزوج طبعا. تحصيل الدراسي ثالث متوسط مخلص. بعد الفترة تقريبا 3 أشهر. والدافع على الواجب، يعني هو واجب، يعني طلبا لنداء السيد علي السيستاني حفظه الله ورعاه. وشيء ثاني يعني هو الجهاد واجب علينا، فلازم نقوم بالواجب. دخلت دورتين بالحشد الشعبي، واحدة من عندهم بسامرة على مود دورة استخباراتية استطلاع، والثانية هم ببغداد بالكرادة هم استخبارات. شاركت يعني أول ما قام الحشد الشعبي شاركت عدة مشاركات. شاركت بالجسر الياباني، بالفلوجة عفوا يعني منطقة الصغلاوية. شاركت بسامرة الإسحاقي الفرحاتية. حاولت الحمد لله والشكر يعني سكتت لي تقريبا 6 أو 7 نفرات. فشافوني جماعة الدواعش، فحاصراني من الصفحة الثانية. الصفحة الأولى اللي كان ثم البرج، أكو برج كان قدامنا وبناية ثانية تل، فصعدوا عليه ما ظلوا يطقون عليه ما قدراني. يعني شلون محاصرة حاصراني، وكانت رجلي جوا الطابق، رجلي مو هيك كانت جوا الطابق، فحاصروني ضربوني برجلي. بهاي الإصابة تحاصرت بالدواعش. فنزلت جت الفرقة اللي ساندت بيها، فاجوا جماعتنا، فصارت وجه بوجه مشابك بين الدواعش وبيننا. بهاي الفرصة قدرت يعني انقذ روحي، بس انقذ روحي من هذا المكان. فتقريبا مسافة 5 مترات، انا فوق الجبل ويا 5 مترات على الوادي. فقلت يا علي قمت ورجلي، بعد انا منتهي ما اقدر اقوم، بس قمت هيك شوي طحت من فوق الجبل، دهربت طحت بالمكان اللي قعر الوادي. ابوي يمنى يسرى دايخ، رجلي ما تتحرك، انتهت بعد. هاي منها مفتوحة ومنها مفتوحة هيك، بعد هو موجود بالتصوير عندك. الله شاهد. بس التفتت على امير المؤمنين، قلت له يا علي بن ابي طالب عندي بنية اسمها زينب، وسميتها على هيك، خاطرتها هيك يعني بهيك، وقلت له عندي بنية اسمها زينب وسميتها على بنتك زينب، وانت كيفك بعد؟ هل انا انقضيت بيدين الدواعش او؟ الله شاهد. بيننا وبين جماعتنا تقريبا كيلو ونص، كيلو وين، كيلو 700 هيك. يعني هاي رجلي اللي كانت ما اقدر احركها، ما اقدر اشيلها، يعني زحوف واقدر بالقوه. الله شاهد. وقفت على حيلي وظليت اركض هاي الكيلو 700 على رجلي، اصعد جبال وانزل، اصعد جبال وانزل. والحمد لله والشكر وصلت يم جماعتي، وصعدوني بالبيكم وخذوني للمكان اللي يعالجوني بيه.